مع رابحة اللمة تحلى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كي راكم دايرين؟ تعرفوا عليك؟ لاباس. محمد. اخ محمد، اجواء رمضان راهي في سيق، حدثنا شويه على الاجواء. الأجواء راك عارف كل سنة الناس تستقبل هذا الشهر بالرضا وكما قلت بالصبر. اليوم في لون رابحه جاكم في سيق مسابقه، لو كان تفوز معنا تدي هذه الهديه القيمه، تخسر نعطوك هديه. طيب يختار السؤال. شكرا. ما هي اطول ايه في القران الكريم؟ أطول آية هي سورة البقرة. لا، اطول ايه. بقره اطول سوره، حنا نتحدوا على اطول ايه. أطول آية. معليش، حنا اخ نشكروك على المشاركه القيمه ونعطوك هذه الهديه هذه. تفضل. قلنا كلمه فقط للجمهور والامه الاسلاميه، كلمه بمناسبه رمضان. هنا نقولوا بحلول شهر رمضان، نتمنوا إن شاء الله الخير للناس والأمة الإسلامية بجمعاء، ونطلبوا إن شاء الله نصر أخونا غزة إن شاء الله، والله يرحم اللي ماتوا. مع رابحه اللمه تحلى. اليوم في لون رابحه جاتكم بهذه المسابقه، لو كان تفوزي معنا تدي هذه الهديه. ان شاء الله. اختاريه. شكرا. نورمالمون سؤال سهل تجيبيه نورمالمون. من القائل في الآية الكريمة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ على من نزلت هذه الآية؟ وكان يدك. سؤال سهل. معليش، حنا نشرفوا بالمشاركة تاعك ونعطوك هدية تديها معك. تفضلي هدية. قولي لنا كلمة بمناسبة رمضان للأمة الإسلامية. ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والهنا، ومرحبا بكم عندنا، وعاودوها ان شاء الله اختاري. شكرا بارك الله فيك. شكرا. مع رابحة اللمة تحلى. الملياني الواحد. سي بومديني وجينا لكم بمسابقة، لو كان تفوز معنا تدي هذه الهدية، ولو كان تخسر نعطوك هدية، تسمى رابح رابح. ان شاء الله. تفضل اختار السؤال. بسم الله. ما هي السورة التي تسمى بتاج القرآن وكم عدد آياته؟ ما عنديش. سورة في القرآن كما على بالك، كاين عروس القرآن، كاين شحال من أسماء. كاين السورة اسمها تاج القرآن، نعرفوها. معليش سي بومدي، حنا نشكروك على المشاركة ونعطوك هذه الهدية. وفقط كلمة بمناسبة رمضان للجمهور الجزائري. بمناسبة شهر رمضان نقول للشعب الجزائري كل عام وانتم بخير، وانتم بصحة وسعادة ان شاء الله.